دعونا نتفق أننا أمام بطل النسخة السابقة من كأس العالم وضد المرشح الأول للفوز بمونديال قطر 2022. ودعونا نقر أيضا أن موقعة الأربعاء المقبل ليست بنصف نهاية أبدا، وإنما هي نهاية حقيقية الفائز فيها هو من سيتوج بالذهب ويتربع على عرش الكرة العالمية. فبعدما واجهنا وصيف الترتيب الدولي وتفوقنا عليه بثنائية، وواجهنا وصيف بطل النسخة الماضية المنتخب الكرواتي خلال دور المجموعات وتعادلنا معه في لقاء تكتيكي محض، ها نحن مرة أخرى أمام خصم ليس بالهين ويبحث عن اعتلاء عرش الكرة العالمية للمرة الثالثة في تاريخه، وكأن الكرة تريد اختبار صلابتها. كيليان مبابي سبق له أن تنبأ بمواجهة المغرب قبل انطلاق فعاليات كأس العالم، ومن النفس باللعب ضد أعز أصدقائه أشرف حكيمي، وها هي الأمنية تتحقق والصداقة ستتحول إلى عداوة مؤقتة مدتها 90 دقيقة قابلة للتمديد إلى 30 دقيقة أخرى. المغرب ومنذ القدم يلقبونه ببرازيل إفريقيا على اعتبار طريقة لعبه وأسلوبه الاستثنائي في مداعبة الكرة. اليوم وبعد تشريفه بالكرة العربية والإفريقية وتحطيم جميع الأرقام القياسية، يضع نفسه في محك حقيقي عنوانه المستحيل ليس مغربيا. كلنا ثقة في أصدقاء ياسين بونو، وسنرفع لهم القبعة كيفما كانت النتيجة سواء لصالحنا أو غير ذلك. حظ موفق لأسود الأطلس لكتابة تاريخ جديد للقارة السمراء. إذا كنت كتفرج فينا من يوتيوب وبان لك بلي قناة جرعة كتستحق الدعم ديالك، ما تنساش تابونا، واهم حاجة دير لايك وتبارطاجي الفيديو باش يوصل للناس جداد، وما تنساش تتابعنا على فيسبوك والانستغرام.